طبعا في حرامية بسرقوا الطحين. والله أنا من الصبح أنا أدور على هاي مش ملاقي. نفخت أنا. مقاري ما استفادوا. يا جماعة سامعين صوت الإسعاف والله كثير بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد أوقاتكم كل ويسعد خير. مساكم أحلى وأغلى متابعين. يسعد أوقاتكم كل خير وسعادة. اليوم يا جماعة الخير حيكون عنوان الفيديو فيش عنا طحين بالعربي، يعني مش عنوان الفيديو هو أصلا فيش عنا طحين في الدار. فاحنا إن شاء الله من بكرة حبعت أحمد أخوي حيروح يدور في السوق ويلاقي أفضل سعر للطحين ويجيبه. طبعا للي بده يستفسر إيش صار الطحين، سعر كيلو الطحين ما يقارب ال $15 اللي هو 50 شيكل تقريبا. طبعا احنا عشان فيش عنا طحين كان اليوم فاضطرينا نطبخ رز ساده ومشينا اليوم اي حاجه، وان شاء الله بكره نقدر نوفر نجيب كيلو ولا 2 كيلو طحين ونمشي فيهم للبيت لبد ما يرخص الطحين. ادعوا لنا يا رب تفتح المعابر، وشكرا لكم على دعمكم على السوبر ثانكس ومجهودكم الكبير، ويسعدك اوقاتكم كل خير وسعاده، وادعوا لنا تفتح المعابر وتخلص الحرب على خير. ايش خليكم مع احمد حسب بدك حيصوركم تحكي تفاصيل الفيديو. إيش بدنا نحكي بعد المعاناة والجوع والحصار؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بعين الله يا غسان. هاي الطحين الكيلو ب50، نزل الطحين. بعد معنا لقينا الطحين. هاي طبعا جبت 4 كيلو طحين. طبعا هذا الطحين اللي اشترناه من اللي اجى في المساعدات وسرقوه الليلة وصاروا يبيعوه في الأسواق. طبعا الأسعار كان عندنا كيلو الطحين ب100 صار الكيلو ب50، فقلنا نجيب 4 كيلو يكفوا ل4 أيام هيك 5 أيام بلاش الأسعار تغلي. حسبنا بالله ونعم الوكيل. طبعا بعد ما لفينا في السوق كله وصلت لقيت بياعين لطحين وبعد تعب يعني. الحمد لله يا رب، ربنا يديمها النعمة ولو انها غالية بس ربنا يديمها. الموجود أحسن من المش موجود يا جماعة. طبعا في بشرات انه حيصيروا وزع طحين على غزة، وان شاء الله يا رب خير والله يفرجها على غزة، ودعواتكم لأهل غزة، وان شاء الله يصير الطحين يتوزع على كل الافراد يا رب، والله يحمي هذا الطحين من اللصوص الحرامية اللي بيسرقوه بعد ما بدخل قبل ما يوصل إلنا ويتوزع ويدخل في المخازن. طبعا في حرامية بسرقوا الطحين وبصيروا يبيعوه في السوق. حسبنا بالله ونعم الوكيل عليهم. وصل محمد وصل وأخيراً. البراد. دير بالك دير بالك وقعت. يا عيني يا عيني. صح. ايش يا احمد؟ طبعا هذه نسبة البرد ب10 شيكل زي ما انتم عارفين، بسبب انه كيلو السكر ب200 شيكل. يا الله بس طولت. وين المكان بعيد؟ والله بعيد شوية بس الحمد لله ولا صح ولا حاجة. توقعت اجي الاقي مي، طب واحنا ليش؟ نتوقع اجي الاقي شرب ليش نص يا محمد انا وماما مش جايبلنا؟ اكيد المتابعين حيلاحظوا لانه شربنا قبلها. بس والله يعني سعرها غالي. ايش يا احمد؟ والله سعرها غالي جدا بس بسبب انه فيش عارفين يا جماعة هذه قبل الحرب نص شيكل او شيكل. نص لا بنص شيكل. نص شيكل يعني ايش النص يعني؟ خلص يلا نص شيكل، وكان اطعم، كان بالشمام والمانجا والبطيخ كان اكثر من طعم. الحمد لله على كل حال. طبعا حبيت افرجيكم كمان هاي المعلقات. طبعا غير حوض النعنع والريحان وكليل جبل، هدول الاشياء برضو بابا جابهم. يعني شايفين المعلقات؟ طبعا بابا مهن عليه انه ما يجيب المعلقات هذه. كانوا 4 يا جماعة. ايش هاد شايفين؟ هذا من الطبخ على النار. كل حياتنا هيك. المهم هذا لونه بني كان في منه 2، ولما اجت عاصفة وقع عن الخيمة وانكسر واحد. طبعا يومها بابا زعل كتير لانه المعلقات هذه سبحان الله يعني بحبها كتير بابا وبيعتني فيها كتير، فيعني جابها معه. شايفين ما احلى منظرهم على الشباك؟ طبعا حطيناهم على الشباك لانه فيش وسع بالمكان. ربنا يستر يا رب. والله الطيران فايع بشكل غريب. بدنا نكون بالعون يا رب. مالك يا عبود؟ ايش يا عبود؟ تعال. ايش بدك؟
ادور على ميه اشرب الميه. اوف فيش ميه للشرب. والله انا شربت اليوم ازازتين ميه لانه الجو شوب يبقى انا اللي خلصت الكل. انا من الصبح ادور على طب ميه. ليش وين فيها نستنى في قرب ميه ما نحطهم معنا. كله فاضي. لا حول ولا لا قوة عنا ولا عنا. بالله. طب ايش بدنا نعمل بهذه الحالة يا عبود؟ طب هذا الأصفر فاضي؟ فاضي كله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا انصدمت يا جماعة تو اللي بعرف. عشان ازازتك كان فيها. طب وإيش بدنا نعمل؟ ما فيش حل يعني؟ والله انا من الصبح انا ادور على ميه مش ملاقي. لا ميه حلوه اجت ولا اي شيء. ازازتي يا عبود. حسبي الله ونعم الوكيل ثاني. عليهم. والله هاد كان مليان الصبح يعني. احنا عيلة كتير يعني وبنشرب وهيك بكفيناش القربة. 4 عيال. 4 عيال. الله يزيد ويبارك ان شاء الله عن قريب بنروح من عندكم يا عبود. هي احلى قزازه يا عبود. يا عيني طبعا احنا في عنا في البيت كل واحد له قزازة خاصة فيه فهذه قزازة ماما. يلا اشرب. اللي قبل يومين خلص. مروة. يلا اشرب بالريقك يا عبود. شرب امك برضه. يا رب ربنا يكون بعوننا على هالحياة. والله الوضع جدا صعب يعني جدا. الله يستر يا جماعة، سامعين صوت الإسعاف والله كثير بخوف. والله الوضع اليوم شكله يعني كل ما نابو خطير. بيزداد سوء بدل ما نحكي نفرج قبل شوية ايش شفنا في السماء يا دانيا بس ما شفنا ممنوع بدنا التصوير وخفنا والله خفنا كثير وعلى طول كنا قاعدين هان على النت على طول دخلنا جوا. الله يستر. والله شكله اليوم الوضع خطير والله كل يوم ايش بالذات. بزداد سوء الاشي. بدل ما نحكي طبعاً. انه الدنيا حتصير هدنة هاي وفتح ريماس معانا. لانكم كتير سألتونا عنها. تعالي يا ريماس شايفين المعاناة لانه طناجر النار والهاد محطوطين في هذا المكان. شايفين احنا عاملين مطبخ عنا. ديري بالك يا ريماس هلقيت بمسح لك اياه لانه زي ما انتم شايفين يعني مكان مطبخنا متواضع. نار. طبعا سوينا باذنجان ولسه بدنا ندقه. فهاي ريماس كتير يا ريماس سألونا عنك والله يعني حبينا انه نصورك عشان يطمنوا عليك اكثر واكثر. هاي ريماس يا جماعة. ايش يا ريماس حابة تحكي؟ لكل اللي بيسأل عني والله الحمد لله أنا كويسة وبخير. بس يعني جد إنه إحنا يعني تقريبا نفس الشقة أو جانب بعض. تقريبا بينهم يعني. حيطة. بس الواحد ما بيفضى بنشوفش بعض ولا بنقعد زي الخلق إلا ايش بضيع بالليل. يومنا يا جماعة؟ نقي المية غسيل الطبخ على النار كل اشي يعني والله صعوبة. سودة كيف؟ شايفين هذا لانه بنطبخ على النار. والله مو عنا نار مع قصف مع زنانة مع بديش احكي يعني. وكمان معك حرام تكسير بروحوا انهم يشتريوا اشي بلاقوا فيش بندورة عزرة بس نشتري بدنا نفرجكم. فيش حبشتكنات يعني. هلا رايحين نشتري يا جماعة بندورة عشرة. هاي مسوسة يامي بتحب تشرب وتاكل. ده طبعا خالته لانها يعني بنحاول نخفف عنها لانها مش فاضية. ايش؟ لا عرفت انها بتتصور. يلا يدي تحبش التصوير. طبعا خالته الله يعينها يعني على الشغل وعلى بنحب دايما نساعدها بنحب إنه نريحها ونطعمي مسوسة. يلا خدي. لا بدها خلاص تنسى. تكون شبعت هي بتحب تاكل بنفسها. مسكينة. وهي شامة بتحبش التصوير. تعالي يا شام. وبعد ما مسوس أكلت صارت تعيط شبعت بدها خالته. طبعا خالته بنحاول إنه نريحها شوية. فجأتها ماما بالبالون. أنا بلونا لشيب كلشرين. حبينا نراضي ماسة بما إنه شام ما رضيت إنه تصالح ماما كانت جايبة لها هذا البالون فقررنا نعطيه لماسة. 2 سنين ما شفتش البلون. من سنة لا أقل من سنة. من 2 صارت السنة. ولكو إحنا إلنا 2 في الحرب لكن ماسة إلها سنة. ماسة طبعا أول مرة في حياتها ماسة تشوف بالون. دايما ماما بتحب تفرح الأطفال وراح عليك يا شام البالون. يا عيني يا عيني.
ظبط فيهم لقيت هذا البالون. مستغربة الاشي حتنبسط عليه. هي وينه؟ زعلت 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 زعلت. ايه ايوه يا بابا ده زبط بعض. زي ما انتم شايفين شام زعلانة، بنحاول انه نصالحهم بس مش راضية، فطلع البالون من نصيب مين؟ مسوس. تعالي صالحيني وخذي بالون احلى. تعالي تعالي يلا، بدهاش خلص مش راضية والله. شام عصبية والله قد ما حاولنا نصالحها على الفاضي. ما كنتش شايفاه شيل البالون. كان اعطينا ميرا كمان. حلو مسا إلي هذا إلي هاتي هاتي هاتي. البالون ضاع. مبسوطة عليه مسا؟ هاتي البالون. هاتي أول مرة في حياتها مسا. خلص سيبوها سيبوها. فاكرة أكل مسا؟ ترضع منه. يا حرام. ترضع منه. يدي هلقيت نوديها لخالته تشربها حليب. هاي كمان احلى. واو. لا شوفوا شام كيف طلع بلون. حرام شكلها لبسها بالحديد. ايوه قبل شوية جت عملت يا جماعة رز. ورجيني صحن الرز. هاي شوفوا أكلت رز. تعالي يا شام، تعالي يا ماسة. ماسة يلا بدك الأسود ولا الأخضر؟ والله الاثنين أحلى من بعض. ده تبقى يلا يا شام، ايش رأيك نعطيكي بالون وتصالحي ماما؟ طبعا يا جماعة فيش اشي يعني مش مستاهل. بالون أمانة. بدنا نعمل هاي فيديو صح على فيها شام. بالون يا جماعة على الفاضي. تاخدي بالون يا شام؟ نصيبك يا ريماس والله عن جد. خلص بدي اعطوني ايش يا خالته؟ لا لشام بدي شام. لشام لا لشام بس. خلص لشام يلا. يلا لشام. يلا يا عيني فيها صلحة. طب ملصق أحمر بفرحة اجيب لك خيارة. على الفاضي. فيها ايدي خيار. معطيها إغراءات لكن على الفاضي. ماما خالته سمر. لا والله زمان عن البلالين صراحة. وين البالون الأسود؟ وينه؟ خلص يا ريماس هاد إلك البالون. تحدي بلالين. إن شاء الله تلاقي. قلت لكم بالفيديو اني بدي اروح على الدكان انا ودانيا ونشتري، واشتريتها لانه الخيار والبندوره يعني مش حلوه. طبعا هذا المكمل الغذائي هذا مفروض يوصلنا. عشان احل هو مفيد، لا مفروض يوصلنا بالمساعدات. ايش بسمن. مكتوب عليه؟ أنا مش ليس للبيع. وين مكتوب ليس للبيع؟ ولكن احنا بنشتريه بمبلغ مش بسيط. دولار. تخيلوا. يلا بس اشي يعني. بالون لونه يا عيني انا فخيرة ناس. طيب ليش تلعبي فيه؟ هاي مسا يدي ربطي. والله الالوان حلوة هاتي بالفيديو يا عن ريماس جد. بالونك معايا. يا كثير حلو عجيز. لو بدك شوفي متابعين. ريماس انفخي بلانك. مشغولة ريماس تاكل مكمل. تعملوا سباق مين ينفخ اول؟ والله انا راح من بالي. يلا. واحد يلا. لا لازم اجيب ريماس فاز. يا حرام غسان نايم مع التعب واحمد بتسلى. شايفين ايش بيعمل؟ شوبان غسان نايم بالشباك. سوسة مش سوسة. خلص غسان صافي. حرام يا حرام. شوبان شايفين؟ غسان بينام بدري مسكين. يا جماعة. يا حرام شالح. والله الجو نار جدا. شوب شايفين البعوضة؟ شايفين اجت في الكاميرا البعوضة.
شوب الجو يعني. بدنا نروح في البلكونة، لكن حاليا والله الوضع بخوف في البلكونة يعني. بس نروح نبرد شوية، حرام غسان شوبان. نروح نقعد في البلكونة شوية. لا بروح أنا بخاف. والله احنا يعني بنخاف بالليل نقعد فيها صراحة يعني، بس الجو شوب ايش نعمل يعني. بس والله خوف البلكونة. نروح على البلكونة. حسبنا بالله ونعم الوكيل. كنا قاعدين في البلكونة على النت، فجأة الدنيا ضوت وصار تفجير. قصفوا بيت بعيد عنا يعني تقريبا 200 متر عند الإسعاف، وفي شهداء وإصابات. حسبنا بالله ونعم الوكيل. يا رب الطف يا رب. الله الطف يا ينتقم رب منهم يا الإسعاف. رب. حسبنا بالله ونعم الوكيل. يا رب الطف يا رب.